اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات بودكاست بزنس اسهل. معاكم طارق بدر، كونتنت مانجر ات باشن بوينت. وموضوع الحلقه مع محمد توهمي. ازيك يا اهلا. بقول لك ايه، بص، من الحاجات اللي بحبها انا بتابع بودكاست كتير وبتفرج على فيديوز وانفلونسرز بالهبولي في مجالات كتير قوي. من الحاجات اللي بحبها هو ان انا ابقى عارف الشخص اللي بكلمه الباك جراوند بتاعته ايه، يعني هو مين البني ادم ده. لان في ناس لما بتبص على الباك جراوند بتاعتهم بتكتشف ان هو انت المفروض ما تتكلمش يا باشا. يعني انت يعني زي القصه بتاعت ايلون ماسك دي اللي عمالين يسفوا عليه، لان هو بيقول لك ايلون ماسك بيحاول يبريزنت نفسه ان هو شخص مكافح جدا وان هو ابتدى من الصفر وعمل باي بال وبتاع، لكن هو في الحقيقه ابوه كان صاحب منجم الماظ في جنوب افريقيا يعني. وهو الراجل يعني ممكن يكون تعب، اكيد ما بننكرش ان هو تعب وكعرت، لكن يعني منجم الماظ برضه يعني ما تحورش يعني. فالنهارده احنا هنتكلم عليك انت، هنتكلم، عايزين نعرف الناس بيك شويه عشان الناس اللي بتسمع. في ناس ممكن تكون بتسمع كلامك ويقول لا انا مش اللي هعرف اعمل الكلام ده، ممكن يكون تهامي عنده ادج مش عندي، ممكن، وده على فكره واقع يعني. في هنعمل حلقه مخصوص على موضوع الهيدن ادج ده في يوم من الايام يعني. لكن النهارده انا بحاول اوري الناس هم شبهك في ايه. والله انا مبسوط ان انت اعتبرتني ذو حيثيه، يعني وان الحلقه بتتكلم عني دي حلقه تبقى مهمه. اما احنا قاعدين بنسمعك اهو، بقالنا دلوقتي 35 36 حلقه، لازم الناس تعرف انت مين. فالاول كده عايزك تقول للناس انت. خلينا نبتدي بحاجه مش لازم من بدري قوي، مش بالطفوله يعني، بس خلينا نقول مثلا انت كنت في مدرسه ايه؟ انا كنت في مدرسه يحيى الرفعي للغات. دي فين يا يحيى الرفاعي؟ في دي في الحر في ميدان تريومف، اوكي عند اللي هي ايه عند السور الكليه الحربيه، قدام سور الكليه الحربيه. تمام. المدرسه دي كانت عامله ازاي يعني؟ تفتكرها دي ايه؟ كانت زمان كان في نوعين من المدارس، مدارس حكومي ومدارس تجريبي ومدارس خاصه. تمام، ده كان الايه الاستراكشر بتاع التاني، كانش فيه الانترناشونال سكولز والكلام ده. تمام. فانا دي كانت المدرسه التجريبي اللي في النص، اللي في النص دي، طيب. اللي واخده يعني ايه حلاوه المدارس الخاصه بس، وبعيده عن الحكومه اوكي بس. تمام. كنت بتحب المدرسه؟ يعني هو ده سؤال؟ مين كان بيحب؟ مين كان لا والله في ناس كانت بتحب لا المدارس، طبعا، بس أنا مش احنا لا طبعا، منهم يعني. لا طبعا، لا طبعا ما بحبش المدرسه ولا كنت بحب بس كنت شاطر يعني، ما اقدرش ما ابقاش شاطر، اوكي. ما اقدرش ابقى. وبعدين خليني اقول لك حاجه لطيفه. انا يمكن لحد رابعه ابتدائي انا كنت افشل واحد كنت يعني ما اعرفش، كنت بلاقي كل الناس اللي زمايلي في الفصل، انتوا جايبين الشطاره دي منين؟ اوكي. يعني مش فاهم هم جايبينها منين، ايه ده؟ المدرس بيسال يوم ما يردوا، وانا الاقي نفسي انه في صعوبه بالغا. اوكي. في صعوبه غالبا ان انت تعبر، ولا يعني انا عارف بس مش عارف اجاوب، ولا انا مش عارف الاجابه؟ والله ما يعني ما اعرفش، لا مش عارف الاجابه طبعا. اوكي يعني مش بس في حاجه يعني في تشالنج يعني. بس انا في 5 ابتدائي اللي هي كانت بقى الشهاده، جبت 96 ونص. اوكي ما اعرفش ازاي. تمام. ففي ايه لحد دلوقتي مش قادر افتكر ايه الطفره اللي حصلت. بس انا يمكن افتكر حاجه، ما اعرفش هي دي السبب ولا لا. ان والدي عند رابعه ابتدائي بالظبط قال لي انت هتعتمد على نفسك، اوكي. مش هذاكر لك، مفيش حد هيذاكر لك. البس. فما اعرفش بقى هو ده انا بحب التحديات اللي من النوع ده، اوكي. اللي هو لا انا مش عايز اخذله او ابين ان انا بقى كذا. وانا من النوع برضو على فكره اللي طول دراستي ما خدتش دروس. ولا في ثانويه عامه؟ افتكر ثانويه عامه بس كان جوز عمتي الله يرحمه طبعا، ده من يعني الناس اللي ليها فضل كبير جدا عليا. هو كان رجل عسكري شديد جدا، فهو طلع على المعاش كان، فهو بابا قال لي هو اللي هيجي يدي لك الماث، كان ده الاساسي يعني. واداني معاه جنبه فيزيكس، وما اعرفش هو كان ما شاء الله موسوعه، هو رغم ان هو مش مدرس، هو ضابط جيش. اوكي. فهو اول لما قال لي عمك كمال هيجي لك يدي لك قلت له ايه؟ قلت له يا حرام عليك، طب انا اسف، طب والله هذاكر لوحدي وانجح. لانه طبعا كان شديد جدا جدا يعني. بس الحمد لله يعني انا التزامي لقيت اعجابه فهدى اللعب عليا شويه. اوكي. ولا من الناس اللي ليها فضل كبير الله يرحمه طبعا ويحسن مثواه يعني. من الناس اللي فضل كبير جدا، فهو تقريبا هو اللي كان يعني اي حاجه اتزنق فيها في ثانويه عامه كان هو بيخلصها لي. اوكي. بس اوفيشالي كان ماث وفيزيكس ده والماث اكتر يعني. هو فيزيكس كان بيديني بس زقه كده. فكر يمكن الدرس الوحيد اللي خدته بره الراجل ده وما كملتش، خدته شهرين، كان كيمياء. وكان بالغصب عني لان ما كانش من المدرسين يعني دخلت المدرسه كانت
فاول حصه في السنه انا عارفه انكم كلكم بتاخدوا دروس، فانا مش هشرح حاجه، اللي عنده سؤال يسالني. فطبعا يعني حطتني في ظهري في الحيط، لان انت عارف في ثانويه عامه على ايامي كان الناس بتحجز الدروس من قبل ما تبدا المدرسه اصلا بالظبط. فكل المدرسين الكويسين خلاص فاتوني يعني، مش فانا دخلت لقيت نفسي ايه طب انا فرحت لو قلت له انا عايز ما بتشرحش فانا عايز مدرس. فقعدنا بقى نجيب لحد ما لقينا واحد كده على قد حاله كان بيجي حصه ياكل كيك وينام، بينام بجد والله، بتلاقيه بيشرح لي كده ولا فاهم راسه راح نزلت على الترابيزه والقلم راح منه. فطبعا كانت بس يعني كان بيقول اي حاجه، لان مفيش اي حاجه بتتقال، مفيش اي شرح في المدرسه، كان بيقول اي اللي يجي منه تمام، اي حاجه واي مصلحه وخلاص. اي مصلحه. طب اسالك سؤال، انت كنت كتير في حلقات كتير وانا عارفك يعني كويس، فانت بتقول على نفسك على طول انطوائي وانتروفيرت وبتاع الكلام ده، الكلام ده من زمان من ايام المدرسه؟ لا طبعا. يعني انت كنت ما كنتش شخص اجتماعي، مالكش اصحاب كتير في المدرسه وكده يعني؟ لا خالص. طب انا سؤال، هو سؤال غريب انت غالبا مش هتعرف اجابته يعني، بس انا عايز اعرف انت تفتكر ايه، انت تفتكر دي طبيعتك ولا ده اسلوب تربيه معين؟ يعني مثلا انت مثلا اهلك ربوك بشكل معين خلاك مثلا في الاسلوب ده، ولا هو انت كده كميتك كده موجود الحاجات كده؟ بتبقى طبعا متهيألي جينات وطبع اظن يعني. بس طبعا هو في التربيه انا التربيه كانت حريصه جدا، اللي هو عشان كان عندي حساسيه صدريه وانا صغير. اوكي. فاي مجهود زياده يعني، كان مثلا صحابي يروحوا يلعبوا كوره انا لا، لو الدنيا شتاء لا مش هروح، لو الدنيا بالليل لا ممكن يبقى فيه هواء، لو الدنيا كذا لا. فكان في حاجات لقات على حاجات كتيره جدا عشان الحاله الصحيه. انا ممكن اقعد بالشهور بخاخات وحقن وقصه كده. اوكي. فممكن ده يعني يعادي في البيت اكتر. كان هو يمكن عزز الانطواء، بس ما اظنش ان ده كان السبب في ان انا انطوائي، هي اكتر طبيعه شخصيه يعني، وهي جميله على فكره، الانطوائي ده جميل. ثانويه عامه جت وانت دلوقتي دي الثانويه عامه دي التينيج يير، الريبيليون يير يعني، ده السن اللي الناس بتتمرد فيه ويعملوا بقى مشاكل ويزوغوا وبتاع. انا طبعا مش هسالك، انت واضح لا ما كنتش كده خالص، ما رحتش الحته دي خالص. ما رحتش كده خالص. يعني سبحان الله يعني، يمكن ان انت انطوائي فمحدش عايز صاحبك قوي، عارف. فالناس اللي هم النيردز دول بالظبط، اللي هم كده مش هتفت انت في وسطهم يعني. تمام. وبعدين انا لما كانوا بيضايقوني في المدرسه كنت على طول كنت اجريسيف جدا، ما كنتش اللي هو اسكت. يعني كان عندنا ناس زمايلي لا كانوا بيتمرمطوا تنمر بقى عنيف. اوكي. لما بيلاقوا واحد ضعيف بيصطادوه بيبقى يعني كانت شديده يعني. بس انا كنت اروح اشتكيهم على طول. اوكي. فبقوا يخافوا يعني، او خلينا نبعد عن الواد بتاع المشاكل ده، كنت خليهم يتذنبوا في الحصص وينزلوا ياخدوا رفد وحاجات كده لاي حد يجي جنبي باي حاجه يعني. فانا فاكر في لقطه مره كده مش هنساها يعني. هو كانوا بيهزروا معايا بحب شديد، بس سببت لهم مشكله كبيره. انا كنت نايم كده كانت في حصه فاضيه وبتاع، فصحيت لقيت كان مشهور قوي عن زمان موضوع دود الأز، ويجيبوا يشتروا دود أز وياكلوا. فلقيت حاطين لي دود أز على النضاره بتاعتي يعني. فاتقرفت طبعا من منظر جدا، ايه القرف ده، وهو بيهزروا ويضحكوا وبتاع وكذا. طبعا كان يوم اسود عليهم. فانا كنت بروح دايما اشتكي. فانا كان يعني في هيبه معينه نتجنبه يعني، مفيش داعي. هو في حاله هادي وكده، بس نتجنبه، مفيش داعي الهزار معاه. فطبعا ده ما دخلنيش وسط الشله اوكي كده يعني، متمردين. طب حلو، خلاص انت جبت كام مجموع في ثانويه عامه؟ 101.5. اوف، عديت. يعني كنا بناخد مواد كده اكسترا فعديت ما شاء الله. طب انت قاعد بتذاكر بقى، انت كنت مقضيها مذاكره يعني؟ والله ابدا. بص يعني مش هقدر اقول ان انا بقى اللي كنت قاعد ما بقومش من على الكتاب. لا بالعكس، بس كان ليا طريقه يعني بعرف اذاكر. وحتى افتكر في الكيمياء كان في تلت الكتاب او المنهج كان حاجه اسمها بريودك لا مش بريودك تيبل، الاورجانيك كيمستري. فده كان معقد جدا وصعب جدا، وكان المدرسين بيعملوا ورق كتير كده علشان يدي. انا لخصته كله في ورقه واحده. وده قعدت عليها يعني تقريبا يومين برسم وقطع حتى ما خلصتها في ورقه كان فلوسكاب ميجوز كده. ورسمت الاورجانيك الجزء ده من المنهج كله في ورقه واحده، ورحت بيه حتى للمدرسه تاني يوم. نهرتني وشتمتني وزعقت لي قول للمدرس اللي عمل لك القصه دي ان خط وحش. قلت لها انا اللي عامل ده. قالت لي مستحيل. قلت لها والله انا اللي عامله. مدرس ايه، انا اللي عامل ده. فلما لقيت ان انا يعني فبتتراجع، ايه ده بجد والله؟ طب لا وريني بقى كده. ولا شاطر وبرافو عليك. طبعا وريتها للمدرس اللي جاي بينام ده، بص كده ما بقاش فاهم ايه ده.
تعليم الجينيوس اللي قاعد ده عارف. لان لا هي كانت صعبه جدا، المدرسين كلهم لما كانوا بيحاولوا يلخصوها كانوا بيلخصوها في كذا ورقه. فانا كان دي بالنسبه لي، لان انا عملتها اوت اوف ديسبريشن، لان ما كنتش عارف احل اي حاجه، اي سؤال خاص بالموضوع، فكنت هسقط. اوكي. فعملتها عشان احفظها، وقعدت احل عليه اسئله كتير جدا جدا جدا، بحيث ان ابقى قاري الروتس. يجي اي سؤال في الامتحان ابقى قاري البدايه فين تحت العنصر. لا بص، ده موضوع احنا يعني ايه انا كده هخليك تعمل حلقه مخصوص على المذاكره، يعني ازاي تذاكر كويس يعني، لان دي حاجه مفيده والله، دي سكيل مفيده. انا شخصيا بسكيل انا ما اتعلمتهاش كويس يعني. انا كنت دايما بتعامل، انا كان عندي مشكله دايما في الحفظ يعني. انا بشع ما عمري ما اعرف احفظ حاجه خالص. فكان الحاجه اللي بقدر افهمها بحس انها خلاص تبقى منطقيا في مخي بتشتغل، اعرف انفذها. اي حاجه محتاجه حفظ تلاقيني بلبس في الحيط على طول. حتى عشان كده لما كنت بشتغل في الهندسه وكنا بنكونفيجر بقى راوترز وسويتشز والحاجات دي وتليفونات والكلام ده، كنت بفهم اللوجيك فبعرف اطبقه. ايوه وخلاص. انما كان في حاجات بقى معينه لازم تقعد تحفظ كوماندز معينه، كنت ضايع وبقعد اعمل بقى شيتس وبتاع، لما تيجي تكونفيجر ده هات الورقه دي وبص عليها وكده، فاهم، عشان اغش. فلا احنا نبقى نقعد نتكلم مع بعض مره على الموضوع ده انا يعني ارجع الفضل ليه لوالدي، ان هو جه من رابعه ابتدائي وقال لي انت مع نفسك، فانت اضطريت ابتكر بقى الموضوع. اشوف انا هعمل ايه يعني. صحيح. سؤال كده فني قبل ما نخش على مرحله الجامعه، يعني انت تقول لنفسك يعني انت شايف او ان انت تعتبر طبقه وسطى، طبقه لا وسطى طبعا، وسطى عاديه خالص؟ لا مش طبيعي الالماس ده خالص اللي انت ذكرته. مفيش الماس، يا ريت والله ما كانش فيه. لا بس على فكره بمناسبه الالماس يعني، انا مؤمن ان اي حد بينجح ملهاش علاقه خالص بالقدره الماديه اللي كانت قدامه. يعني هو اصلا النجاح له استنباط او له طريقه منهجيه تفكير وشخصيه معينه. فهي لو عندك انت هيبقى عندك ليفرج بس لو مش عندك مش هيبقى ايدج خالص بالنسبه لك ان معاك فلوس او ليك اكسس لفلوس. تمام. بس هي الفكره، بص هو في ده توبيك بقول لك هنقعد نتكلم فيه في يوم من الايام على موضوع الهيدن ايدج. كنا اتكلمنا قبل كده عن موضوع الاوتلايرز ده، ان هو نفس الكونسبت. الهيدن ايدج ده انت في ناس بيبقى عندهم حاجات هم مش متخيلين انها ممكن تكون هي فعلا السبب. اهم من الفلوس، اهم بكتير من الفلوس. الفلوس جزء منها، بس في حاجات تانية. هي انت عندك unfair advantage لمجرد انها عندك، وانت ما عملتش حاجه عشان تجي لك. انت اتولدت بيها ما بتعرفش. anyway دخلت جامعه ايه يا باشا؟ احلى جامعه في الكون، هندسه عين شمس طبعا. يا لهوي، في ناس بتلطم دلوقتي قاعدين بيسمعونا بيلطموا. ما دي على طول في اول سنه في الجامعه قالوا لنا بعد 10 سنين من التخرج ما بياخدوش في شهادتكم في المحاكم يعني. ايه بعد 10 سنين قالت لها يعني، في دكتور ما قالها لنا كده في اول سنه ما تخش كهندسه عين شمس، يقول لك بعد 10 سنين من التخرج ما بياخدوش بشهادتكم في المحاكم. ليه؟ عشان تبقى خلاص لسعت. انت داخل هندسه عين شمس يا باشا. اول مره اسمع بقى حلو الصف. فانت خلاص يعني انت بتبقى ايه، عقلك على قدك خالص يعني. انا فاكر واقع كده، هي بعيد خالص عن الموضوع يعني، بس حضرتني يعني وانت بتتكلم عن الجنون وعين شمس يعني والهندسه. كان لنا واحد صديقنا في هندسه عين شمس، جه في مره من المرات كان بيتعمل لهم امتحان كده، ان هو معاه زي كوره حديد كده المفروض بيسقطوها في تيوب. التيوب ده جواه مثلا زيت او حاجه زي كده، المفروض هو بيحسب بناء على الكثافه ايه اللي هيحصل. فالدكتور بتاعهم قال لهم يعني السرعه هتبقى ايه لو انا حطيت مكان الزيت ده ملوخيه، هتطلع النتيجه ايه ولا ايه؟ فطبعا كل الناس قاعده تهزي، وفي الاخر الدكتور سقطهم كلهم، قال لهم ولا حاجه عشان مش هتشوفوا البليه اصلا جوه الملوخيه. فبص في حاجه كده تحس ان هو ده انت سخيف قوي، ده انت دكتور سخيف يعني. تمام. قعدت بص هنعدي بسرعه على فتره الكليه دي، بس برضو انت فضلت انطوائي لسه ما فيش. دي لا دي فتره كان ممكن انحرف فيها، لان كنت اللي هو بقى جزء التطرف والارهاب كان في الفتره دي كان عالي. وانا كنت عندي نزعه الدينيه الجامده دي. بس برضو والدي سحبني يعني. الحمد لله. لا هو في الحاجات روحت كده انت خلاص كده. سحبني يعني، سحبني خلاني وسطي يعني، ما انجرفتش قوي لان هي كانت طبعا سكه انا فاكر صعبه. انا فاكر احنا دفعه واحده تقريبا او فرق سنتين او حاجه كده يعني، فاكر. لا وبرضه يعني كنت حريص يعني. انا اول سنه جبت امتياز، تاني سنه اظن جبت جيد لما لقيت نفسي انسحبت السحبه الوحشه دي. فروحت يعني، لا الصحبه دي كانت مهمه جدا بالنسبه لي. ما اعرفش ايه اللي زرع جوايا الفكره دي، بس انا كنت مؤمن تماما ان مستقبلك كله معتمد على الصحبه اللي معاك. فلما لقيت ان الصحبه اياها دي قللت درجاتي او خلتني يعني 101.5 وامتياز اول سنه، وبعدين هوب حصل
الوقعه دي بسبب الصحبه ان في حاجه غلط بقى. لا يعني كتف قانوني كده، ونكمل نرجع بقى جيد جدا وامتيازات تاني وحاجات كده. في الفتره دي انت كنت بتفكر اي حاجه ليها علاقه بان انت تبقى بيزنس اونر او انت تعمل بيزنس او اخر سنه في الكليه، اخر سنه اخر سنه اللي هي يعني الترم الاخير بقى اريح ترم دخلته. لان ما كانش فارق معايا بقى اجيب امتياز اجيب جيد اجيب، انا عايز انجح، لان انا كده مش مكمل في الهندسه خلاص. ايه ده انت كنت خلاص وصلت فعلا فاينل انا مش هكمل في الهندسه، فمش فارق معايا التقدير ولا فارق معايا اي حاجه، ورغم ذلك جبت جيد جدا وامتياز مشروع رغم، بس كنت داخل يعني ولا فارق معايا امتحان. كنت عندي امتحان مش عارف الاسبوع الجاي، انا بقى عادي بقرا كتب العادات السبعه ومش عارف كتب البيرسونال ديفلوبمنت. طب انت القرار ده كان جاي منين؟ لما اكتشفت الباشن بتاعتي، ما هو كان كان في اخر سنه دي. اوكي انت تخرج من الجامعه خلاص انا عارف متجه مش هكمل هندسه يعني. اوكي طب دي بس يعني لا شك ان انا بحب المهندسين وتفكيرهم والشخصيه اللي اتبنت من ورا الهندسه دي جباره. اوكي جباره يعني اتجوزت امتى؟ ايه السؤال الغريب ده؟ طب ما نعدي السؤال ده عشان البودكاست حد يكون شاك. بدري يعني ولا متاخر؟ بلاش تقول بالظبط يعني. بتهيألي بعد 2-3 بعد ما سبت الكليه تقريبا. انا عندي تقريبا نرجع 13 سنه. ايه احسب 13 سنه هتتعلق. وانا عندي 29 سنه تقريبا او 28 سنه. طب لا انت بعد كده تخرج بشويه حلوين يعني، انت قعدت شويه حلوين من تخرج. لا ما عشان كان في الاول جيش، خد له 2-3. دخلت الجيش؟ طبعا. قعدت 3 سنين ظبطت؟ لا مش ظابط يعني. قعدت يعني انا دخلت عبال ما اتخرجت سنه الميلاد والقصه دي، انا دخلت يناير. اوكي ما دخلتش اللي هو بتاع الصيف، ففوتت 6 شهور زائد بقى 1.5 سنة في الجيش نفسها. ففي 2 كده راحوا في الجيش وعبال ما لقيت شغل. فادي 3 سنين. اوكي فعشان كده يمكن لا صدق مش بعد ما اتخرجت. انت قعدت شويه حلوين يعني عبال ما تتجوز. انا بقول لك انت الحلقه دي هنبقى published in private فاهم. مش هتبقى listed. طب يعني انت كنت بقى ايه برضو لسه بتفكر في مرحله اللي هو ان انت تعمل بيزنس، بس كنت لسه بعيد عن الموضوع ده، انت كنت لسه شغال عادي ما طبعا لا انا ما بداتش بيزنس غير 2012 يعني. ما تفرغتش، ما سبتش الشغل غير 2012 بس. دايما ان بتوين طول الوقت جنب الجيش وجنب الشغل وجنب كل حاجه شغال على الباشن بتاعتي وان انا اطلع منها حاجه يعني. ده انا هسألك سؤال، هو سؤال يعني انا عارف ان انت ممكن تكون مش انت البيست جادج في حاجه زي كده يعني، بس انت تقيم نفسك، انت شايف نفسك انسان طبيعي عادي ولا انت شايف نفسك عندك اي قدرات؟ انت تقول. لا ما انا بقول لك انت شايف نفسك عادي جدا. انا جدا، ولذلك ساعات دي حاجه بتخليني اشك يعني دايما بتشوف الاشخاص الناجحه قوي تحس فيهم حته مطرقعه كده، حته مش شبه حد، حته غريبه. انا بشوف ناس شبه كل الناس طبعا مش ناجح زيهم. اوكي يعني مش ناجح النجاح هم طبعا ممكن الناس تشوف اللي انا فيه ده ايه يا سلام ده حاجه كويسه جدا، بس ممكن يكونوا شايفين عندي حته مطرقعه وانا مش شايفها. اوكي بس انا شايف ان لا عادي جدا، شبه اي حد. انا اقول لك على حاجه، انت يعني طبعا انا ما اعرفش انت اوير بده ولا ايه، تاني انت اوير بيه اكيد يعني. الكوميونتي بتاع باشن بروفيت في ناس بيبصوا عليك ان انت مش شخص عادي خالص. ما انا عشان كده بقول لك ممكن يكون حد شايف ان انا في حته مطرقعه عندي، بس انا لا، انا شايف ان انا هدف الحلقه باي ذا واي يعني انا عايز اوصل للناس احساس ان انت يعني انت انسان طبيعي يعني عادي. طبيعي جدا. انا اقول لك على حاجه، انا من الناس اللي انا هعترف يعني، لما جينا نبتدي نشتغل مع بعض قبل ما نبتدي نعمل بودكاست وكده انا كان عندي يعني اكسبكتيشن، انا في حاجات كتير هتعلمها وانا فعلا اتعلمت منك حاجات كتير يعني، ده حقيقه برضه ما اقدرش انكر ده، لكن كان في اكسبكتيشنز ان في حاجات اكيد بتمشي بشكل مختلف عن اللي انا متخيله. لقيت اللي هو لا ايه ده عادي خالص، ده احنا زي بعض، ده انت فاهم مفيش حاجه يعني، بنكتشف وبنتحسس في الضلمه وبتاع طب فين فاللي هو برضه الانتمت نوليدج يعني. حتى احنا اصحاب، بس قبل ما ابتدي اشتغل معاك برضه كان في لسه جوانب مش باينه ليه غير لما ابتدينا نشتغل. فدي نقطه مهمه، لان هي الفكره بتاعت اللي هو عارف الانفلونسر او السوبر ستارز والحاجات دي بيحطوا نفسهم نوعا ما سواء بقصد او بغير قصد يعني، تمام، بيحطوا نفسهم في سبيس كده ان انا مختلف عنكم كلكم، انا احسن منكم كلكم،
وده وارد يعني. ده يعني في ناس موهوبه اكتر من كل الناس التانية، ده حقيقي يعني. ميسي ما فيش حد زيه، ايوه، بس هو بني ادم عادي يعني. عمره ما يطلع يقول كده. هو ميسي ما بيقولش كده طبعا، عمره ما بيقول كده، ولا رونالدو عمره طلع قال كده، ولا اي حد من الناس دي. اللي بيطلع يقول كده غالبا بيبقى تعبان يعني، عنده مشاكل يعني. لكن اللي انا اقصده ان هو الغالبيه يعني هنشيل الطفرات على جنب، الغالبيه من العظمى من البني ادمين طبيعيين. هقول لك حاجه، هو ميسي يمكن كان اقل من الطبيعي، كان مريض، كريستيانو كان اقل من الطبيعي، صح. بس هو الفكره كلها ان الناس دي بتعمل الحاجات الممله فتره اطول عن اي حد تاني. يعني هو بيعمل حاجات ممله تقيله قوي على قلب الناس العاديه خالص. اوكي. يعني وبيبقى هو كونسيستنت عليه. يعني مثلا الاقرب لينا مثال محمد صلاح، بيقول لك انا كنت بروح التمرين كل يوم، اطلع من البلد 4 ساعات مشوار، اروح التمرين في المقاولين وارجع 4 ساعات. مين هيقدر يعمل ده كونسيستنتلي كده في فتره طويله؟ مين؟ انا فاكر هو ده اكشن، اكشن ممل جدا واكشن مزعج جدا. ويعني لما تيجي تقعد تسال نفسك هو اخرة الموضوع ده ايه؟ يعني اخرته ايه؟ يعني التعب ده والفرهده دي وكل يوم اروح نفس المشوار اخرته ايه؟ لا يمكن كان في باله ولا حاجه. ممكن جدا يبقى ولا حاجه، بس هو مصدق في حاجه معينه، مصدق ما عنديش غير ده، وموتيفيتد جدا ان هو يغير الوضع اللي هو فيه. وما عنديش غير ده. انا ما عنديش غير ان انا اصحى الصبح من البلد 4 ساعات اروح وارجع التمرين ما عنديش اوبشن تاني لحد دلوقتي، ما ظهرليش اوبشن. خليني اسالك سؤال جامد بقى في الموضوع ده برضو. انا يعني جاوب براحتك، ده مجرد راي يعني، مش لازم تكون صح ولا غلط يعني. انا اول مره حضرت معاك باشنت بروفيت انا فاكر كويس قوي ان انت جيت، انا مش فاكر سياق الموضوع، بس انت كان في نقطه انت كنت بتقول فيها احنا يا جماعه القصه بتاعتك مش لازم تكون ان انت كنت فاهم جعان وميت من جوع وظهرت وبقيت كذا، لا ممكن تكون انسان عادي يعني. ده حقيقي، تشوف ستوري. بس هو لما انت تيجي تبص على الستوريز اللي بتطلع بوجه عام بتلاقي في ناس فعلا ان هم متكحرتين خالص. ده بيبقى زي ما احنا بنتكلم مثلا عن محمد صلاح، عنده موتيفيشن تو تشينج مرعب. هو الراجل ده بص يعني انا هغير الوضع اللي انا فيه ده مهما كان الثمن، حتى لو هتعب كل يوم 10 ساعات. وفي ناس تانية مثلا زي ايلون ماسك وغيره، ممكن يكون الموتيفيشن بتاعه تو جرو برضه، لان هو حاسس ان هو يعني انا عندي كل حاجه، بس لو ما عملتش كده هتروح مني كل حاجه، او في ناس حواليا تاكلني وفاهم. الطبقه الوسطى هم اللي الموضوع بيبقى عندهم صعب شويه، تمام؟ اللي هو الحته اللي انت في النص، انت مش متكحرت بس انت مش متظبط، انت فاهم؟ دي الموتيفيشن بتاعهم هو اللي فعلا بيبقى صعب. صعب بقى ان هو يقعد يتمرن على الجيتار 4 ساعات كل يوم، صعب بقى ان هو يقعد يبقى ينزل يتمرن على الكوره كل يوم، يعمل مشوار و تفتكر ليه هو لازم يبقى صعب؟ دي سنه كونيه، ما هو ده لازم. يعني هو ودي يمكن قلتها في الكونفرنس الاخير، النجاح لو مش قليل نادر كان هيفقد حلاوته. اوكي. ما هو ده لازم. يعني الطبقه الوسطى اللي هم ما بيعملوش حاجه، دول اللي هو بيمثلوا 99% من الناس على فكره، 99% بالظبط، دول هم اللي بيخلقوا التوازن في الحياه. هم اللي بيخلوا ال1% دول حاجه عظيمه، وهي اللي بيقعد الناس تحكي عنها وتبص لها وتتقوي نفسي نبقى زيهم هي دي سنه الحياه. لو انا شخص هنا في الحته دي وعارف دلوقتي وبسمع البودكاست وعارف ان انا واحد من الناس مثلا اللي كل ما تفهم يعمل فيديو اقول لا يا عم ده هو تلاقيه كان مليونير اصلا، او لا يا عم ده هو تلاقيه كان عبقري، او لا يا عم ايا كان، فاهم؟ اصل في ناس كده انت بتشوف الكومنتس يعني، في ناس بتيجي وهو جزء الدفاع عن نفسي يعني. هو انا مش فاشل، هو تهامي مش جامد قوي، هو تهامي عنده في حاجه مش عندي، وبرضه ده وارد، ممكن يكون فعلا عندك حاجه مش عنده. لكن لو هنفترض ان انت دلوقتي شخص ادركت لقطه ان هو انا مش موتيفيتد انف، عامل ايه؟ ازاي تقدر تبيلد الموتيفيشن ده؟ يقرا قصص كتير. اما دي من الحاجات اللي فرقت معايا جدا على فكره في المشوار بتاعي، ان انا قريت كميه كبيره جدا من قصص الناجحين، وعملت كمان حوارات مع في فتره كده في 2007 بدات عملت بروجكت اسمه ذا سكسس افالانش. ما اعرفش سميته كده ليه ساعتها يعني، بس عملت كنت بريتش اوت لناس بره مصر عادي، اكسبرتس في البيزنس والبيرسونال ديفلوبمنت كده، واسالهم عن قصص نجاحهم وبتاع. فسمعت قصص نجاح كتير قوي، دي بتبقى موتيفيتنج جدا. اوكي. ليه بقى؟ لان انت بتشوف فيها اللي انت بتقوله شويه ده، ان الناس دي بدات ممكن بدايات عاديه ويمكن اقل من ان انا فيه دلوقتي. يعني لما اسمع ان واحد مثلا كان بادئ اقل من المستوى اللي انا فيه ونجح، طب وانا ايه اللي ناقصني؟ فده بيديلك موتيفيشن رهيب. دي نصيحتي الاولى لاي حد عاوز يغير، اقرا غذي في دماغك بقصص الناس اللي نجحت، لان احنا دلوقتي كميه
التغذيه بتاعت ايه الدنيا خراب والدنيا هتخرب والدنيا بتروح والدنيا هتيجي والدنيا كده، دي خلاص ما خلت الواحد حاجه سودة في وشه. عاوزين نقرا قصص ناس نجحت في اوضاع صعبه جدا عشان نبقى عارفين بس هو اللي بيحرك البوصله ايه. تمام. يعني ان في رب فوق وفي سنن كونيه تحت، ولو لقى في قلب واحد اخلاص واجتهاد هيوصله. دي ما فيهاش جدال. يعني هنا بنتكلم في سنن كونيه ربنا حاططها في الارض كده، دي ما بتتغيرش. فبس هو اللي هي دايما الايه اللي كلنا ممكن ما نكونش فاهمينها بالمعنى المطلوب، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. صح. يعني سواء انا متعاطف جدا مع الناس اللي في السبيس ده، لان انا كنت زيهم في فتره طويله وبروح وباجي من السبيس ده، بخش واخرج منه. ولما كنت يعني لما كنا الكوميونتي لما كان بيتقابل كتير زمان، كنت بشوف الناس كتير في السبيس ده اللي هو محشور في حته ما بين ان انا مش مبسوط بالحته اللي انا فيها ونفسي قوي اروح الحته اللي هناك. أيوة. بس انا مش قادر امشي السكه اللي ده كان عامل لي فرستريشن رهيب في باشن تو بروفيت. انا كنت م. فاكر ان يا جماعه انتوا مش مقدرين الاختراع ده. وكنت حتى لما كنت بعمل كوتشنج في 2016 مع مايكل جيربر اللي هو يعني من اعظم خبراء رياده الاعمال في العالم، وكنت بساله اقول له اعمل ايه للناس. يعني كل الاثباتات موجوده. اولا سيستم فيري براكتيكال 1 2 3 هندسي، يعني ما فيهوش يمين او شمال، وادي بروف سكسس ستوريز وكل اللي مشي عليه نجح. واعمل ايه تاني عشان اقنع الناس يطبقوه؟ يعني انا في حاجه ناقصه، انا المفروض اعمل حاجه. فهو قال لي على فكره this is normal بيحصل معايا ومع توني روبنز ومع اي حد بيحاول يخلي الناس يغيروا حياتهم، اللي هي الكونسبت بتاع ال 1%. يس. هيومن نيتشر. هم 1% بس هم اللي بيبقى عندهم استعداد انه يغير حياته، وال 99% بيفضلوا التأقلم او يعني التأقلم مع الألم عن ان هو يروح المشوار بتاع ان انا اغير حياتي ده. يعني حاول اتكيف مع الألم. انا فاكر انا احسن بكتير. انا فاكر كان في فتره انا كنت بقعد ابص على السيستم اقول لا it's not working for me، انا في حاجه غلط، السيستم مش مظبوط. السيستم ممكن يكون ينفع الشخص ده ما ينفعنيش انا، طب السيستم ممكن يكون. وبعدين الوقت بيعدي كده اقول لا، هو منطقيا بالمنطق يعني مش عاطفيا السيستم شغال. السيستم ما فيهوش مشكله، انا اللي ما عملتش اللي السيستم قال عليه. ودي حقيقه، انا ببص على الستبس اللي انت بتقولها وانا ما عملتهاش، ما مشيتش عليها. طب ما انا طالما ما مشيتش عليها ازاي اقول ان هو غلط؟ طب يبقى المشكله ان هو السيستم ده مش اكسسبل بالنسبه لي انا. طب دي برضه مش مشكله السيستم، دي مشكلتي انا. يعني انا فاهم هي. وفي ناس كتير انا لما بعمل كوتشنج في الكتابه في ناس كتير بيعطلوا في نفس الحاجه بالظبط. أيوة. بديهم ستابس، في ناس بديهم ستابس وهم ممكن يكون تالنت وايز او سكيل وايز قليل جدا، لكن بينفذ على طول بالظبط، على طول ما بيفكرش طق. وفي ناس بيبقى ممكن في تالنت وفي سكيلز ولكن بيعطل في اول ستيب ومش راضي يعدي اول ستيب اصلا. فتفتكر اخر سؤال يعني ممكن نساله، تفتكر الشخص اللي هو في الحته دي اللي هو انا فعلا قاعد وحاسس ببين وشايف حاجه انا عايز اعملها وبس انا مش قادر امشي على الخطوات، تفتكر هو قاعد بيسمع دلوقتي، لو انا قاعد بيسمعنا دلوقتي حالا وبيقول ده انا الناس دي بتتكلم عليا انا، تفتكر ليه مخرج؟ يعني ليه مخرج ان هو يقدر يتشينج فعلا نفسه، ما يبقاش واحد من 99% اللي الراجل مايكل جيرل؟ هو المخرج بسيط جدا. بتعمل حاجتين ما فيش غيرهم يعني. اقرا كميه قصص الناس اللي نجحت بالهبل، اسمع ده كتير قوي، وحط نفسك في كوميونتي ايجابيه. يعني الناس بتشاركك نفس الحلم ده. اوكي. مش كده باشن تو بروفيت كوميونتي كان جزء لا يتجزأ من السيستم او المنظومه اللي احنا عملناها. وجودك وسط كوميونتي ده في منتهى الاهميه. تقابل وتتكلم مع ناس وتعرف على ناس بيشاركوك نفس الحلم. لان الانسان لوحده ضعيف. وده مش انا يعني خلق الانسان ضعيفا يعني. فضعيف، اي مؤثرات الخارجيه بتاثر عليه جامد جدا. فلازم من بره تقوم حاطط نفسك كده في ايكو سيستم او في بيئه تخليك على الاقل قريب للي انت عايز توصل. فالبيئه دي ان انت تسمع ناس نجحت ونجحوا ازاي وبداوا منين، في اللي بدا من تحت الصفر وفي اللي بدا عادي وفي اللي بدا عنده ادفانتج وايا كان، وتبقى وسط ناس. النتوركينج والعلاقات دي في منتهى الاهميه. بيرفكت. تفتكر هل في حاجه انت ندمان عليها؟ يعني حاجه انت كان نفسي اعمل كده وما عملتش؟ او هو مش ندمان. بس يعني هي كل حاجه قدريه. يعني انا حذر قوي يعني بطبيعتي يعني، ورثها حتى من ابويا يعني. فالحذر ده ممكن يكون خلي خطواتي بطيئه شويه. يعني كان ممكن ابقى وصلت للي انا فيه النهارده اسرع بكتير من
بس انا عشان حذر باخد حاجه بالراحه واحده واحده مش مستعجلين، بس لايق عليا ولا على شخصيتي. وممكن لو كنت اتسرعت كان ممكن يعني كعبلات مش حلوه، ممكن كانت ايه تبقى قاسيه عليا شويه. ان جنرال يعني متفائل بالمستقبل ولا متشائم؟ ما هو انا هقول لك حاجه. انت عندك اوبشن لا ما عندكش. اصل انت لو تشائمت انتهت خلاص بقى. مش يعني هي مش بالمعطيات والله، يعني المعطيات ممكن لازم طبعا هتخلينا نتشائم، يعني بالورقه والقلم هتتشائم وداخلين على ايام سودة. بس انت ما عندكش. يعني احنا في الدنيا هنا لما حلو ان احنا يعني عندنا يعني فاهمين ان في ربنا، فده معناها ان المعطيات الارضيه دي ممكن تتشقلب في ثانيه يعني، او ممكن هو يحفظك منها، ينقلك في حته تانية او يحميك منها بشكل ما. فده بتتفائل بس بسبب كده. يعني مش لازم هتقعد، مش لازم على فكره التفاؤل يبقى بسبب ان في معطيات ايجابيه، وهو التفاؤل ان في قوه عليا فوق ممكن تتدخل وتنقذك. لكن بس ما عندناش اوبشن. انا عند حسن ظن عبدي بي يعني، او انا عند ظن عبدي بي كان خيرا فخيرا كده ان شاء الله. هو لا ليس لها من دون الله كشف. القوة العليا وربنا ان شاء الله ينجدك لما مراتك تسمع الحلقة. ان شاء الله. اتمنى خير ان شاء الله. انا ماليش دعوة يا باشا. ماليش دعوة باللي حصل ده. بس جبت افتكرت حسبتها ونشوف جبت برافو عليك برافو. لا هايل. عموما احنا نقفل كده بقى علشان ما نطولش. الهدف الاساسي من الحلقة هو بس ان احنا كلنا نفس الشخص، يعني كل الناس كلنا عندنا مشاكل. كان روبن ويليامز قبل ما يموت يعني بيقول كل الناس بيحاربوا معركتهم اللي انت ما تعرفش عنها حاجة يعني. فسواء كان مالتي مليونير ولا اغنى رجل في العالم ولا افقر رجل في العالم، كلنا الشخص اللي باين عليه ان هو ما عندوش مشاكل، اللي باين عليه ان هو كويس بيحارب. كل الشخص السعيد بيحارب، كل الناس بتحارب. ف لما تبص يعني اتمنى ان الناس اللي بتبص على تهامي وتشوف الفيديوز والريلز واللي احنا بنعملها وبعدين بيجي لهم لا انا مش زيه، انا مش هقدر. لا يا جماعه تهامي انا بقول لكم شخص طبيعي جدا عادي جدا يعني، وبسف عليه وبتاع، بس انتوا ما تشوفوش الكلام ده على الحلقه. بس بس اتمنى ان الحلقه دي تكون انسبايرنج، واسمعوا قصص ناس تانية يا جماعه، اسمعوا قصص ناس على قد ما تقدروا. get inspired. هو 99% زي ما بيقول، لو 90 او 80 او ايا كان ممكن يكونوا مش هيخرجوا من السبيس بتاع الوسطيه ده، لكن انت ممكن تكون شخص من الناس اللي بيخرجوا يعني، او انت يعني obviously يعني. فبس نسيبكم على كده. بفكر بما ان احنا ذكرنا موضوع الكوميونتي والكلام ده، بفكركم ان انتوا ليكوا ديسكاونت 10% على بروجرام الاكسلريتور اللي يدخلكم الكوميونتي. واي حد حابب يشترك في البروجرام بيبعت بس ايميل ل contact@passionpoint.co، يكتب في العنوان بودكاست ديسكاونت ويكتب في البادي اكسلريتور، بس كده يبقى لكم ديسكاونت على طول 10%، وجوين اس بقى وجوين الكوميونتي ونبتدي نشوفكم ان شاء الله وهكذا. ولو عندكم اسئله ابعتوها لي على طارق@passionpoint.co. بس كده. شكرا تهامي. شكرا.